يلا بينا نعمل شوية دبابيس العظمة دي، شوية بقى سمسم، الشكل جنان والطعم ما اقولكوش. هسيبكوا تجربوه. انا المرة دي اكلتها مع رز، بس ممكن تتاكل مع اي حاجة. النهارده هنعمل اسرع غدوايه ممكن تاكلوها، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. عندي دبابيس فراخ منقوعه في خل بلسمي وليمون لمده نص ساعه. الدبابيس انا مخرمها بالشوكه. بعد كده هجيب عندي كيس حراري. ببدأ احط معلقة دقيق في قلب الكيس، وابدأ ان انا اعفر الكيس بالدقيق من جوه، وبعد كده ارمي الدقيق الزيادة ده هيخلي الاكل ما يلزقش جوه. بعد كده هجيب الدبابيس اللي عندي، هبشر بصلايه صغيره، معلقه صلصه، ليمون، ملح، فلفل، بابريكا، كاري، كبابه صيني. هبدا اشغل الفرن وارجع تاني. زيت زيتون، واقلب كله مع بعضه. شويه صويا صوص، شويه دبس، قلب بقى كله مع بعضه. واخيرا وليس اخيرا شويه سمسم. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ تحفه. نمسك بقى كده ايه، دبوس دبوس، نحط عليه الخلطه دي. نحاول نحطه تحت الجلد كمان. نجيب واحد ونرجع ده مكانه. رصيناهم، رصيتهم بالشكل ده. انزل عليهم بباقي التتبيله. بعد كده هنقفل الكيس الحراري كويس. نجيب الصينيه بتاعتي ونحط فيها الكيس، بس ممكن نفتح منه كام فتحه كده. هندخله الفرن على حرارة 160 لمدة نص ساعة أو 40 دقيقة. يلا بينا. انا شامم ريحه تحفه بصراحه، تحفه. طبعا يعني هي شكلها، بصوا كده، اللحم ساب العظم. ده شيء جميل جدا. طيب هنبدأ بقى ناخد من الصوص كده، ندهن، ندخلها على الشواية لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق. حاجة عظمة خالص. الريحة تحفة. ندخلها الفرن مدة 5 دقايق بالظبط ونرجع تاني.
وده الشكل النهائي بعد 5 دقايق بالظبط على الشوايه. بصوا حلاوه الحلاوه، حلاوه الحلاوه. بصوا بقى، انا يعني جت في دماغي الفكره دي، ممكن يعني تعجبكم. طبعا الشكل، تاخد رشه سمسم بقى كده. يلا بينا ندوق. بسم الله. مم. بصوا بقى، دي بقى قنبلة الموسم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. لا 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 لا. ملبن، ملبن، انتوا بتاكلوا ملبن، حاجة في منتهى الجمال. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا.